السلام عليكم ورحمة الله إخواننا أصدقاء المتتبعين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي في إطار تحليل ديال الله يحسن العوان وداك الشيء. المهم كرة هنا عند الوداد كيف ما كتشوفوا، اتحاد توارقة ماشي راجعين اللور في نصف الملعب ديالهم، وإنما متكتلين في مربع العمليات ديالهم. هاد الكرة هادي كانت تلقى الطريق ديال الشباك، سونتر تير كيف ما كيقولوا. الزمراوي هنايا ما حسنش التعامل مع الكره، ما عطاش كره اللاعب اللي في بوزيسيون مزيانه، وبالتالي ضاعت كره. واخا كتضيع كره، اللي عجبني انا في هذه الهجمات هذه المتتاليه هو ان الوداد كانت كتريكيبيري كره وممارسه ضغط رهيب على اتحاد توارقه اللي كان كيشتت كره وكترجع. وهذا الشيء اللي بغينا، هذا الشيء اللي بغينا باش ما ريكيبيريش هذيك الدوزيام بال، كتكري اوكازيون اخرى وكتبقى مضوميني الجو ديالك، يعني انت هو المتسيد ديال اللاعب. كيف ما كتشوفوا كرة هنا كتسيركيلي بضربات بسيطة، وهذا هو الجديد في كرة القدم. هذا الشيء اللي كيبين الخدمة ديال المكونة اللي الناس باغا تصيفطو وباغا تجري عليه. هذا اللاعب الطويل فعلا، كون كان عندنا لاعب طويل كيجي الضربات الرأسية كنا غادي نحولوا هاد التمريرات بحال ما ديال الشدابة الأهداف. ها هي كرة هنايا كيف ما قلنا كتلعب غير بشوية، تمريرات قصيرة كنضيعو وكنريكيبيريو. عجبني هنا واش شتا في الريكيبيراسيون وكترجع كرة. هنايا اللاعب الموريتاني كاد انه يلقى طريق للشباك، ولكن عاوتاني العرضية كتصدى لهاد الكرة. اللي عجبني في هاد المحاولات هادي وفي هاد الفيديو اللي بغيت نبارطاجيه معكم هو هاد اللقطة هادي، كانت انها تحول لهدف جميل بعد ضغط رهيب لهجوم الوداد الرياضي. كيف ما كتشوفوا الاخوان، الريكيبيراسيون مهمه، الكره الثانيه سكند بول، الدوزيام بال، قولها بجميع اللغات اللي بغيتي. مهم كره ثانيه مهمه في البناء الهجومي، يعني كتبني حتى لا فشلت لك الكره وضاعت لك خصك تريكيبيرها باسرع وقت باش تلقى الطريق ديالك الشباك. كنتمناو ان هذا الفيديو عجبكم. السلام عليكم.